اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. عارفين دلوقتي عشان نفطر فطار محترم ونجيب طبقين جبنه هندفع كام؟ طب على ايه؟ ما تيجوا نرجع لفطارنا المصري القديم الجميل الحرش اللي مفيش ولا احلى ولا اطعم منه. بالنسبه لي فطار وغدا وعشاء مش هيقول لا. حاجه جميله كده اصيله من اللي كلنا اتربينا عليها وطعمها وما بقتش رخيصه هي كمان. تعالوا نعمل مع بعض فطار جميل ينفع معانا بكرة ان شاء الله يوم الجمعة. كل جمعة وانتوا طيبين. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. جبت حلة فيها مية بتغلي، حطيت شوية ملح وكركم ونزلت بالبطاطس المكعبات. عقبال ما البطاطس بتاعتنا تاخد غلوة حطيت شوية زيت عليهم، حطيت جواهم شوية بقى برنجان فلفل شطة، وانا بحب احط في كل رصة تشكيلة علشان يبقى الطبق بتاعي كله مشكل، ما يبقاش نصه برنجان بس ونصه فلفل. لحد ما هنخلص الكمية بتاعتنا كلها هاخد حبة من الزيت اللي انا قليت فيه الفلفل، وهحط حوالي 5-6 فصوص بس نعملهم طرنشات ياخدوا اللون الذهبي الحلو. وبعد كده هنحط معلقة صغيرة من الكزبرة ريحتها تطلع، ربع كوباية من الخل، وبعد كده كنت مقطعه حوالي نص كيلو من الطماطم. على نار هاديه بقى نحط لها شويه ملح وفلفل ونسيبها كده تشكشك مع بعضها وتتسبك، وكمان علشان تستوي. ودي بقت الصلصه بتاعه المسقعه البسيطه الاقتصاديه السهله بتاعتنا. عايزه اقول لكم كمان ان احنا كان ممكن نشوي البرنجان والفلفل من الاول في الفرن، بس انا حبيت النهارده بما ان احنا محمرناش البطاطس فحطيت الزيت مع البرنجان. جبت 2 كده برنجان رومي، راس توم قسمتها بالنص، قرنين شطه، واديت للبرنجان كده كام فتحه وبرده الشطه كام فتحه كده، وعلى الفرن دهنتهم دهنه زيت وسبتهم يتشووا على نار هاديه. وبعد كده رحنا جبنا حبه زيت، حطيت فيهم معلقه توم مفروم، حبه كزبره ناشفه ريحه الكزبره تطلع، حطيت معلقتين من الخل، كاري وكركم وحبه ملح وفلفل وكمون، ونزلت بالبطاطس بتاعتي. هديها تقلبتين كده، انا مش عايزاها ولا كلها مكسره ولا كلها سليمه. اخر حاجه هحطها رشه من الكزبره او البقدونس، ولو الكزبره بتكون احلى. كده بقت البطاطس او سلطه البطاطس بتاعتنا جاهزه وفي منتهى الطعامه. كان البرنجان والفلفل والثوم اتشووا، واول ما طلعوا من الفرن غطيتهم علشان القشره بتاعه البرنجان تقب عنه. وبعد كده لما هدى وقدرت امسكه بدات اللي انا اقشره. ممكن في المرحله دي نعمل كميه كبيره من البرنجان ونشويها مره واحده ونطلعها نقشرها ونخزنها في الفريزر لما نعوز نطلع زي ما احنا عاوزين ونجهز احلى بابا غنوج. في الكبه نزلت بالبابا غنوج. هحط معاه ايه؟ هحط معاه حوالي نص كوباية من الطحينة، ملح وفلفل شطة وكمون، وممكن كمان حبة من البابريكا المدخنة. حطيت 3-4 فصوص توم، وحطيت علبة زبادي صغيرة. وده كان كل اللي احنا حطيناه للبابا غنوج. وفي الاخر ضفت 3-4 معالق من الزيت. طبعا القوام اللي انت بتحبيه ممكن تخففي او تقلي عن كده. وكمان في ناس بتعمله بالشوكة، يعني بتهرسه بالشوكة وبتحب ان هو يكون قطع باينة. ده حلو وده حلو. مش هننسى الفول اللي احنا كنا مدمسينه مع بعض. طلعت كده كيسين من الفول، حبة زيت، حبة ليمون وملح وفلفل وكمون، ومرضتش اعمل اي افتكاسات في الفول بصراحة. كفاية الطماطم اللي احنا حطيناها في المسقعة والبطاطس، حبيت يكون الفول عادي خالص. جبت عجينة طعمية كده، بعدت جبت عجينة طعمية وفي نفس الزيت اللي احنا قلينا فيه الفلفل والبرنجان جبت العجينة. وحبيت بقى اللي انا ادلعهم واعمل لهم طعمية بقى سبيشيال. جبت شوية من الجبنة الرومي، شوية من البسطرمة قطعة صغيرة ده لو فيه يعني. وبعد كده هحشيها وهقفل عليها كده وبالسمسم، وهخليها طعمية مفيش بعد كده، طعمية متدلعة. هقليها كده على نار وسط علشان قلبها يستوي. وبعد كده هقلبها لما تاخد اللون هطلعها على مناديل او على مصفى تصفي زيتها. حبة طعمية بقى كانت ريحتهم قلب الدنيا. انا طلعتهم كده على فرشة بقدونس اهو. وممكن نعمل الفول والطعمية دول بس الصبح فطار كان تحفة. كفاية ان انت خدماه وعاملاه في البيت. ده شكل الفطار بتاعنا او الاكل المصري الاصيل اللي ما نشبعش منه وبيعمر التلاجة. نرحم من الجبن شوية ونفطر حاجات من الحلوة الجميلة اللي كلها من حواضر البيت.
وكمان عملت شوية جبنة قريش. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه ويعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.